فيلمنا اليوم بيحكي عن منطقة سكانها كلهم بنات بدون ولا ذكر واحد، وبيتميزوا بعادات مختلفة وغريبة وشيطانية. بيبدأ الفيلم بوحدة بالغابة تنجب طفل بين مجموعة من الأشخاص المقنعين، وبياخدوا الطفل ليعملوا عليه طقوس شيطانية. بعدين بننتقل لشينا وحبيبها يلي بيكونوا بحفلة. بعدين بيروحوا هنن وصديقهم على بيت استأجرته شينا بمنطقة اسمها شادي جروف، ولما بيصلوا بيلاقوا البيت حلو بس بيحسوا إنه في ريحة كريهة، فبيقرروا يفتحوا الشبابيك. وصديقهم بيروح ليجيب أغراض من المتجر، وهو على الطريق بيشوف شاب واقف بالغابة، وبيكمل صديقهم طريقه. والشاب وهو ماشي فجأة بيشوف واحد حاطط قناع مخيف، فبصير يركض ليهرب منه. وفجأة وهو واقف بينصاب بسهم بصدره، وبيجي المقنع وبيضربه بسهم تاني. وصديقهم إلي بيصل على المتجر وبيجيب أغراض، وبيكون هنيك في بنت عم تشتغل اسمها كلوي، فبتعجبه وبيعزمها لعندهم هي وأصدقائها. وبيستغرب لما بتقوله إنها بتعرف العنوان لأنها شافتهم وهن رايحين، وإنه بهذا الطريق ما في غير هذا البيت. بعدها بيرجع إلي على البيت وبيحتفلوا كلهم سوا لأنه بتطلع شينا حامل. ولما بتكون شينا واقفة جنب البحيرة بتسمع صوت من بين الشجر، فبتركض بتنادي لماركو إلي يلي بيجوا فوراً. وبيروح مارك ليشوف شو هالصوت، وبيلاقي بقرة بين الشجر، وبيرجع لعند رفقاته وبيطمنهم. وبعدها بيكونوا قاعدين ومشغلين نار، وبتجي كلوي وصديقتها تايلر وبيسلموا عليهم وبيقعدوا ليحكوا سوا. وبتسألهم تايلر إذا حيبقوا هون لوقت ما ينجبوا الطفل، وبيتفاجئوا من حكيها وإنها عرفت بهالسرعة. بس بتقلها تايلر لشينا إنها انتبهت لطريقتها وهي ماسكة بطنها لهيك عرفت. وبعدها بتعزف لهم وبتغني، وبيعجبهم صوتها كتير. وإلي هو جوا البيت بيجي المقنع من وراه وبيذبحه. بعدها بيقوموا ماركو وشينا ليتمشوا بالغابة، ومنشوف واحد مقنع عم يراقبهم. بعدين بتفوت شينا على البيت لتروح على الحمام، وبس تطلع بتدور على إلي بس ما بتلاقيه. وبتنتبه إنه القفل يلي على باب المخزن مقلوب، مو مثل لما إجوا على البيت. وبتقوله لمارك شكله حدا دخل على البيت بدون ما ننتبه. وبتكون الريحة البشعة طالعة من المخزن، وشينا بتكون متوترة كتير وبيحاول مارك يهديها. وبعدها لما بيكونوا قاعدين برا بتلمح شينا شخص عم يراقبهم، وبيقول مارك تقوم تفوت لجوا. وبالفعل بتفوت وهو بيروح ليعبي مي ويطفي النار. بس وهو عم يعبي بيسمع صوت، وبيخاف وبيتصل بالطوارئ. ولما بيكون عم يقرب ليشوف شو في بالمي، بتصحط رجله وبيوقع موبايله بالمي، وبيلاقي ايد مقطوعة بالمي، فبيروح ركض على البيت وهو خايف. وبيقلها لشينا على اللي شافه، وبيسكروا كل الابواب والشبابيك. وبيسألها عن موبايلها، فبتقله انها تركته بالسيارة. وبيطلع على السيارة ليجيب الموبايل، وبيحاول يتصل بإلي ويترك له رسالة صوتية. وهو عم يتصل فيه بتحس شينا برنة الموبايل جاية من المخزن المقفول. وبيجي لعندها ماركو بتقله انه سمعت صوت الموبايل من المخزن. وهن قاعدين بيندق الباب، وبتكون تايلر وبتقلن انها نسيت مفاتيحها. اول شي بيقولوا لها انهم ما شافوهن، بس بعدين بينتبه مارك انهم على الطاولة وبيعطيها اياهن. وبتستغرب شينا انه شو وصل المفاتيح لهون، وتايلر بالاساس ما فاتت لجوا. وهن عم يحكوا بتجي الشرطية يلي اتصل فيها مارك، وبتتفقد الوضع وبياخدها مارك لحتى يورجيها شو شاف بالبحيرة. بس ما بيلاقي شي، وبيلاقي موبايله يلي وقع بالمي. بياخده وبتخبره الشرطية انه مزرعة هيلتون قريبة منهم، وانهم اوقات وقت بدهم يتخلصوا من الحيوانات الميتة بتكديسهم، واوقات بيقطعوا اوصالهم وبيرموهم بالبحيرة. وبتقله انه في كتير عالم قبله بعتوا بلاغات مشان نفس الموضوع. وفجأة مارك بيتعب وبيدوخ، وبتفوتوا الشرطية على البيت. وبتخبرها شينا انه صديقهم إلي عم يدقوا له وعم يسمعوا رنة موبايله من المخزن، وانه طالعة من المخزن ريحة بشعة. بس الشرطية بتقلها انه مو شامة اي ريحة، وبيحاولوا يتصلوا على إلي وما بيسمعوا اي صوت صادر من المخزن. فبتقلن الشرطية يناموا ويرتاحوا، وهي الصبح رح تجي تطمن عليهم. وبعد ما تروح بتكون شينا مو مطمنة، فبتاخد الفأس وبتكسر قفل المخزن وبتفتحه، بس ما بتلاقي جواته شي. وبالليل لما بتكون شينا نايمة بيكون مارك بالحمام، وفجأة بتنطفى الكهرباء. وبتصحى شينا وبتقوم لتشوف مارك، وبتصير تتقيأ وبتحس حالها دايخة، وبتعرف إنه الأعراض يلي عم تصير معهم بسبب المشروب يلي كان بالبيت. وبيفوت المقنع على البيت وبيفوت لعند مارك وبيحاول يقتله، بس بآخر لحظة بتجي شينا وبتضربه بالقنينة، وبيطلع المقنع هو تايلر. وبتاخد مارك وبتقله إنه لازم يمشوا فوراً. وبيلاقي مجموعة من الأشخاص المقنعين ماشيين باتجاههم، وبصيروا يدوروا على مخرج ليقدروا يهربوا. وبيفوتوا بيتخبوا بالمخزن، والمقنعين بيفوتوا على البيت وبيلاقوا تايلر وبيسطحوها على الكنباية. وشينا بتلاقي باب من المخزن بيودي على غرفة مراقبة كبيرة، وفيها شاشات تبع كاميرات المراقبة، وبيعرفوا إنهم كانوا عم يراقبوهم كل هذا الوقت. وبتاخد كشاف وبتروح لتستكشف المكان، وبيكون مارك قاعد على الكرسي وتعبان. شينا بتصير تمشي بالممر وبتصل لمكان وبتصرخ، فبيجي لعندها مارك فوراً، وبيشوفوا راس إلي مقطوع ومحطوط على الطاولة. فبتنهار شينا وبيحرقوا الطاولة كلها، وبيكملوا طريقهم بالممرات السرية، وبيمشوا وبيصلوا على مكان مسدود وفيه باب مقفول. والمقنعين بيكونوا شافوا وين هنن على الكاميرات. ولما بتكون شينا عم تحاول تفتح الباب بيكون مارك عم يعمل مصائد للمقنعين ويحطهم بالأرض. وأول ما بيجوا المقنعين بيدعسوا على المصايد، وواحدة منهم بتنصاب برجلها وإيدها، وبتقلن يتركوها ويلحقوهن.
وبيقدروا يقتلوا واحدة منهم، وبتاخد شينا قناعها وأوعيها، وبيفوتوا على غرفة المراقبة بيقتلوا الثانية، ومارك بياخد قناعها، وبيرجعوا على البيت وبيلاقوا تايلر وبتحاول تهاجم شينا، بس بيقدروا يثبتوها وبيربطوها وبيهربوا، وبيركبوا بالسيارة وبيمشوا فوراً، وبيفكروا حالهم قدروا ينجوا، بس فجأة بيظهر بوشهم حيوان الرنة وبيعملوا حادث، وبتجي الشرطية وبتلاقيهم بالسيارة وراسهم مضروب، فبتطلع شينا من السيارة وبتقلها ما تقلقي، أنا حخلي المقنعين يروحوا، وبتركبها بسيارة الشرطة، وفجأة بتصير تحكي بطريقة غريبة، وبتقلها إنه من سنوات كتير هن بالقرية مجموعة من الأخوات بس، وبتطلع الشرطية معهم، وبيروحوا بينزلوا مارك من السيارة وبيسطحوه كلهم بالأرض، وبيقتلوه بشكل رهيب. وبعد مرور 10 شهور منشوف واحدة منهم عم تولد وبتجيب صبي، فبيحطوه بصندوق وبيرجعوه على الأرض، وبيروحوا بيدفنوه لأنه ما بدهم أي ذكر بيناتهم. ومنشوف شينا قاعدة بكوخ وولدت وجابت بنت، ومارك قدامها ميت والدود عم ياكله. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.